اول مباراه في بطوله افريقيا للشباب، منتخب مصر يتعادل مع منتخب موزمبيق اللي هو المنتخب الاضعف في المجموعه. احنا عندنا الماتش الجاي نيجيريا وبعد كده السنغال، يعني ضرب نار، ورايحين نتعادل مع موزمبيق والبطوله في ارضنا وربنا يستر. اتفرج على الماتش، المنتخب كويس مش وحش وفيه كام عنصر كويسين، بس هم لعيبه فرديه قوي، كل واحد بيمسك الكوره عايز يلم الفرقه كلها. مساك اللي هو اسمه تقريبا عمر راضي، جسمه جامد جدا، طويل جدا، وبيطلع بالكوره حلوه قوي وبيلتحم حلو. يعني الولد ده فيه احمد حجازي على متطور. رأفت خليل لاعب النادي الاهلي ده لعيب كويس جدا، بس هو اناني جدا، ماسك الكوره عايز يلم الفرقه كلها، برضه ما بيلعبش مع زمايله. وفي لعيب برضه اسمه مش عارف ايشو بيلعب في الزمالك، ده اللي هو الهاف اليمين ده، برضه كورته كويسه جدا. البطولات الافريقيه والبطولات المجمعه اول ماتش بيبقى يا فاهم انت لسه ما دخلتش في جو البطوله قوي، فممكن يعني الماتشين الجايين صعبين جدا. انت طبعا ضيعت 3 نقط قدام اسهل فرقه في المجموعه، بس على الله الماتشات الجايه يعني ان شاء الله نعرف نجمع فيها نقط. انا شايف المنتخب ده ممكن يعمل حاجه، بس ايه، لو المدرب اداهم علقه سخنه شويه.